ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم احلى واسهل ورق عنب ممكن تعمليه بشرايح اللحمه. لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد، ودعمكم بيفرق معايا جدا. ويلا يا حبايبي نشوف الفيديو مع بعض. هنجيب هنا على الجريل، هنحط رشه زيت وهنبدأ نجيب اللحمة كده ونحطها نديها تشويحة. الخطوة دي مهمة جدا، ما ينفعش احط اللحمة كده وهي نية مع ورق العنب او اي نوع من انواع المحاشي. هنديها كده تشويحة صدمة زي ما بنقول. بدأت هنا تتشمع من تحت كده وتاخد الصدمة. اللهم صل على سيدنا محمد. رشة الفلفل دي بتفرق جدا، بتخلي الريحة طالعة كده مع البخار حلوة قوي، وطعم اللحمة بعد ما بيطيب في قلب المحشي بيبقى طعمها جميل جدا. وهنبدأ كده نقلبها على الجنب التاني. لو مفيش جريل، اي طاسة عادية بتقوم بنفس العمل. هنبدأ هنا كده نطلعها. اهم حاجة التشويحة دي ما يكونش فيها اي دم اي حاجة، لان احنا هنحطها تكمل سوا مع المحشي. بس نقفل المسام بتاعتها عشان ما يكونش فيها اي دم ولا اي حاجة. هنبدأ نديها تشويحة الكمية اللي فاضلة كده. طلعنا الكمية كلها، دي اول خطوة بنعملها ونركنها على جنب. هنبدأ نعمل هنا الصلصة للمحشي. حطينا الزيت مع البصلة المبشورة. البصلة لما بنبشرها بتفرق جدا غير ما نقطعها. نبدأ نشوحها، فصين توم متقطعين، ونبدأ نديهم تقليبة كده. التكات دي بتخلي المحشي جميل قوي. معنا الفلفل الالوان، لو عندك فلفل اخضر الحاجات دي يعني بتخلي المحشي طعمه جميل جدا، بس هنا معانا فلفل الوان. هنشوحهم مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هنا الكيلو الا ربع طماطم 750 جرام، لان الكميه نص كيلو رز مع معلقه صلصه. وللمعلومه لما بنعمل المحشي بصلصه خالص ما بيبقاش طعمه حلو، لازم نحط معاه طماطم فريش. هنديها تقليبه كده لما تتسبك معانا الطماطم. بدأت كده تاخد التسبيكه بتاعتها، بس هنخليها شويه كمان. البهارات جنزبيل، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، ملح، والشطه دي اختياري. كده بدأت تتسبك معانا.
الرز هنا غسلناه. ويا حبايبي لما تعملوا الخضرة ما تحطهاش مع الصلصة وهي سخنة، لا، احنا بنغسلها كويس جدا ونقطعها صغير ونحطها بعد كده على الرز، وبعد كده نحط عليها الصلصة، لكن ما نخليهاش تغلي مع الصلصة، كل الفوائد اللي فيها والريحة بتاعتها بتروح. هنبدأ كده نديها تقليبة، معلقة زيت كده، معلقة زيت كبيرة. دي تكة جميلة جدا بتخلي المحشي معانا لما يطيب انتوا هتشوفوه يبقى كل حباية جنب التانية، ما يبقاش معجن. النهاردة هنعمل لكم بقى المحشي في الطاجن. ده حاجة جميلة جدا غير ما نعمله في الحلة. شرايح الطماطم في القعر مع الخضرة. هنبدأ بقى نحط رشة كزبرة وكمون خفيفة كده، ده كله بيطلع ريحة وبيطلع طعم جميل على المحشي. هناخد ورقة العنب كده نقلبها ونخلي الجنب اللي بنحشي فيه الجنب الخشن، وهنقفل الجوانب من الجنبين، وهنجيبها على بعضها تطلع معانا محشية ملمومة وجميلة زي ما انت شايفة كده. هنبدأ نعمل واحدة كمان. اهم شيء الجنب اللي هو الخشن يكون جوه، يكون ناحية الرز. هنبدأ نخلص الكمية. هنجيب شرايح اللحمة. شرايح اللحمة دي هتطلع معاكي زبدة كده وطرية وطعمها جميل جدا، وهتعمل طعم في المحشي. انت هتعتمدي الطريقة دي باستمرار. وممكن لو مفيش لحمة صدور فراخ، دبابيس، اي حاجة موجودة عندك هتمشي، تحطيها في النص بتبقى جميلة جدا. وهنبدأ هنا نكمل بقية الكمية. كده خلصنا الكمية كلها. بنحط فوق معلقتين سمنة بلدي، دي بتفرق جدا. ومعانا هنا كده الشوربة، اي شوربة، مش موجود شوربة بتحطي مية بتبهريها برضو، وبتغطيها وتدخليها الفرن. اللهم صل على سيدنا محمد. بيطلع معاكي كده المحشي زبدة، اللحمة زبدة جدا، مع ان اللحمة دي حمرا ما فيهاش اي دهون، بس طالعة زبدة من الطاجن زي ما انت شايفة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. والمحشية من جوه طيبة جدا، والرزاية مفردة كل واحدة جنب التانية، وبألف هنا وشفا.